رجال الدين الإسلامي واليهودي حضروا من أوروبا، وبعضهم جاء من الولايات المتحدة ليتحدثوا عن جدهم المشترك النبي إبراهيم عليه السلام. تحدثوا عن ماض جمعهم وأيضا عن مصاعب مشتركة تواجه أبناء الديانتين المقيمين في أوروبا، كتدنيس دور عبادة ومقابر للمسلمين وكذلك لليهود. الانتقادات التي يواجهها البعض إلى المسلمين لذبحهم الأغنام وقيامهم بختان أبنائهم دفعت اليهود إلى مساندة المسلمين، فالذبح والختان من تعاليم اليهودية أيضا. لكن خارج هذه القاعة كيف يمكن إقناع شباب الديانتين بالصداقة ووحدة المبادئ بينما اليهود والمسلمون يتقاتلون في الضفة وغزة؟ الأراضي المقدسة هي ليست أراضي للحرب المقدس، ولكن يجب أن يكون الأراضي للسلام المقدس. متى نستطيع أن نحقق هذا؟ الأجيال الماضية ما استطاعت. هل الأجيال اللاحقة يجب أن كيف يجب أن يحققوا؟ لا أعرف. اتجهنا بالسؤال نفسه إلى ممثلي الديانة اليهودية لنسمع رأيهم ولنعرف إن كانت لديهم إجابة. لتحقيق المصالحة بين إسرائيل والفلسطينيين يجب على الجانب الفلسطيني اتخاذ خطوات عدة. أولا الاعتراف بدولة إسرائيل مثل اعترافنا نحن بحق الفلسطينيين لامتلاك دولتهم. وثانيا يجب الاعتراف الرسمي بأن حزب الله وحماس هما منظمتان إرهابيتان. تبدو الإجابة تبريرا لما يحدث على الأرض، تبريرا قد لا يوافق المسلمون على مضمونه بالضرورة. كيف يمكن إقناع الشباب اليهودي والمسلمين بأن من يتقاتلون في إسرائيل والأراضي الفلسطينية يمكن أن يصبحوا أصدقاء في أوروبا؟ ما سمعناه من إجابات حتى الآن وما نراه على الأرض يوحي بأننا لم نسمع الإجابة الصحيحة بعد. يبقى السؤال مطروحا في انتظار الإجابة. خالد الغراب لروسيا اليوم، باريس.